هشام، يعني الفوز الاول لفريق الوداد في البطوله الاحترافيه، واش كتشوف بانه هذه بدايه ديال في هذا الموسم طبعا بحال لانه كان انتصارات في كاس التميز في البطوله الاحترافيه، واش كتشوف بانه اليوم الوداد من بعد هذا الفوز غادي يرتاح نفسيا حتى اللاعبين غادي يحيدوا من ديك الضغوطات اللي عاشوها في المباراه ديال المغرب؟ ولا بدا شوف، احنا اللعابه عارفين بما عليهم الضغط، لانه المتطلبات ديال الجمهور في حجم الفريق كبيره بزاف، وعارفين بما حتى الخصم ديما كيتسناهم، وعارف بما اي فريق غادي يرحل عند الفريق الوداد ولا غادي يصادف فريق الوداد الا وانه كيوجد هذه المباراه بحال مباراه البطوله. دونك حنا عارفين بما سافا با فاسيل، وشفتوا بما لا بوسيسيون دو بال تقريبا كانت عند الوداد، que l'équipe adverse défendait avec un bloc très bas, donc c'est difficile de percer une défense quand elle est soudée. ولكن احنا معولين على المستوى ديال اللعابه ديالنا pour toujours trouver la faille pour pouvoir marquer. شفتوا انه ما ساعدناش الحظ في الاول، il y a eu quelques tirs, il y a eu quelques arrêts, il y a eu une transversale, donc اللي جعلت انه ما سجلناش، ولكن الحمد لله انه بقات الثقه حتى لاخر لحظه، وكيف ما انهزمنا في اخر لحظه فزنا اليوم في اخر لحظه. هذه هي الكره. وانا تكلم على يعني في الندوه الصحفيه، تكلم على انكم كتدعموه بشكل كبير، وشكركم يعني من هذا في الندوه الصحفيه. بالنسبه لكم انتم هذه الثقه اللي كتعطيو مكونه، واش هي ثقه عاديه ولا كيحظى مثلا بواحد الاهتمام منكم انتم كرئيس للنادي؟ شوف، هو كيحظى بالاهتمام اللي خص يحظى به اي مدرب ديال الوداد، سبيسيالمون مكونه، لانه التعاقد مع مكونه جاء بعد واحد لو باكت الا بغينا نقولوا ما بيني وما بينه، لانه التخوف ديالو هو كان باغي لا بدا يدرب في المغرب بالنسبه للجمهور، ولكن التخوف ديالو هو اعاده بناء فريق، لانه كل شيء في الاول كان كيتخوف، لانه غادرونا بزاف ديال اللعابه، وبعض اللعابه ديال الوداد اللي كانوا عندهم في النهايه ديال العقود ديالهم مشاو للخارج، دونك ولا شويه ديال التخوف على الفريق. وقلت له ودي انه احنا غادي نساندوه 100% باش يعاود يبني الفريق، واي لاعب زعما بغاه الا كان في طاقتنا وشويه اكثر من الطاقه ديالنا غنحاولوا نجيبوا ليه. دونك الحمد لله هاد الساعه راه منسجمين معاه، اللي يقول لك انه ما عمري ما شي مدرب كيخدم بحالو، ماشي في لا كاليتي ترافاي ولكن في لا كونتيتي اون بلوس، انه كيبقى بعض المرات كيصيفط لي ميساج حتى جوج ثلاثه الصباح، ومع 7 الصباح كيعاودوا يبداو لي ميساج. دونك بون سي فري كنا كنتفاوضوا مع بعض اللعابه اللي كانوا في دي بيي اترونجي، دونك اللي بعض المرات التوقيت كيجعل انك خصك تهضر معاهم الصباح بكري ولا في الليل. ان توكا جي توجور ايتي بريزون باش نساندو، داكشي علاش، وفي الحقيقه كيردوا للفريق لينا بالمستوى اللي خصو، هذا هو اللي كاين. احنا معولين عليه ومعولين على اللعابه ديالنا، وان شاء الله غادي نتمناو باش غادي يفرجوا. شكرا.